مشاهدينا الكرام، لإلقاء المزيد من الضوء على أبرز مواجهات الجولة 11 من الدوري الإسباني وبالتحديد كلاسيكو الأرض، ينضم إلينا من العاصمة الإسبانية مدريد المدرب والمحلل الكروي الكابتن خالد غنيم، وهنا في الاستديو الإعلامي عيسى شيخو. أهلا ومرحبا بكما ضيفاي الكريمان على شاشة قناة اليوم. أبدأ مباشرة من مدريد. كابتن خالد، أهلا بك على شاشة اليوم. كابتن خالد، إذن الريال استعاد الصدارة بفوزه على غريمه برشلونة بهدفين لهدف واحد بعد أن كان متأخرا لغاية الدقيقة 68 بهدف دون رد. طبعا زي ما شفنا ماتش استمتع به المحللين والمتابعين كرة القدم بشكل عام، سواء الجماهير وسواء المتخصصين في كرة القدم، سواء من الناحية الفنية التكتيكية بين الاثنين مدربين. ابتدى تشافي بشكل مختلف احنا تعودنا عليه في بعض الماتشات، لعب بطريقه حاول ان هو يستغل كم العدد اللاعبين اللي موجودين في وسط الملعب بالنسبه له هو عشان يسيطر عليه، عشان عارف ان ريال مدريد بيلعب باربعه في نص الملعب، فحاول ان هو يلعب بزياده عدديه في نص الملعب، فلعب بخمسه في نص الملعب. قدر ان هو يسيطر على الشوط الاول، قدر ان هو يحرز هدف مبكر، قدر ان هو يخلي ريال مدريد في حاله استنفار، حاله ان هو كان عاوز يكسب. شفنا سيطرته من خلال حريه الحركه بالنسبه لفيرمين وبالنسبه لجافي. الاثنين كان عندهم حريه حركه مع الالتزام التكتيكي مع جودي، كانوا بيحاولوا ان هم يسيطروا عليه. في نفس الوقت الغلطه اللي اتعملت من تشافي في وجهه نظري انا الشخصيه ان هو جواو فيليكس ما ادالوش الحته اللي هو حريه الحركه بشكل كامل زي ما اداها لفيرمين وجافي، فخلت شكل جواو فيليكس مش هو اللي احنا متعودين عليه. قلت خطورته، قلت مشاركته في الماتش، لكن من خلال التكتيك اللي هو دخل بيه الماتش مميز جدا زي ما احنا شفنا قدر يسيطر على الشوط الاول. الشوط الثاني انا من وجهه نظري حظ انشيلوتي ان هو اصابه ميندي خلاه ينزل كامافينجا، قدر ان هو يقفل الناحيه الشمال، قدر ان هو يسيطر على جواو كانسيلو في الجزئيه ديت. جواو كانسيلو من اللعيبه المميزه جدا في الناحيه الهجوميه وفي الناحيه الدفاعيه مش قليل، لكن هو تشافي بيعتمد عليه في الحته ديت الهجوميه، فقدر ان هو يسيطر على ناحيه الشمال بتاعته ويقفلها كويس. كامافينجا في الناحيه الهجوميه عالي جدا، عمل زياده عدديه على اروخو هو فينيسيوس كان موقوف من 2 لعيبه او 3 لعيبه، ادى الحريه لكامافينجا ان هو يسيطر على الناحيه الشمال في الناحيه الهجوميه. الجزئيه اللي هي التدخل المميز بتاع انشيلوتي ان هو طلع كروس رغم ان هو كان عامل ماتش مميز في الشوط الاول ولغايه ما طلع، لكن قدر ان هو يدي لعيب بشكل ثاني مختلف في تحركات جوه منطقه الجزاء، بيلعب بشكل كانه بيلعب 10 او صانع العاب، ومهاجم ثاني اللي هو مودريتش، ادت جزء هجومي، ادت فعاليه هجوميه اكتر لريال مدريد. فدول التغييرين اللي من وجهه نظري اللي خلوا ريال مدريد يخش الشوط الثاني بشكل اقوى. نعم. خليني نشرك الكابتن عيسى شيخو. كابتن، هل الريال استحق الفوز؟ حقيقة يعني قبل بداية المباراة تحياتي لك أستاذ عبد الجبار وللكابتن خالد، أيضا لكل متابعي قناة اليوم الفضائية. ببداية أو قبل المباراة حقيقة يعني كل المؤشرات كانت تقول أن الريال سيكون رقما صعبا في هذه المباراة. لماذا كابتن؟ يعني قبل المباراة تحديدا عطفا على الإصابات الموجودة بالفريق، لأن عندما يكون هناك 5 لاعبين أعمدة أساسية بالفريق غير موجودة أو حتى أتيحت في اللحظات الأخيرة من قبل المباراة قبلها بيوم حتى أعطيت الإذن الطبي، حقيقة يعني فريق كان متوقع أن تكون هذه المباراة بهذا الشكل، ولكن فاجأنا برشلونة حقيقة في الشوط الأول، وخاصة تشافي عندما أشرك كانسيلو على بمكان هجومي أكثر منه دفاعي كظهير يعني في وسط الملعب. هذا الأمر أدى إلى أن يكون برشلونة بالشكل الأفضل. لوبيز كان مميز حقيقة، جافي كان مميز، من أميز لاعبي المباراة في الشوط الأول تحديدا. أطبق خط وسط برشلونة على خط وسط ريال مدريد وجعله لا يتنفس حقيقة، وقطع عنه الماء والكهرباء كما يقولون عن كروس،
عن تشاوميني حقيقة يعني كل ما كان كروس يستلم الكرة كان هناك لاعبين اثنين يندفعون باتجاهه يستخلصون منه الكرة، فمتوقع كان أنه ريال مدريد يكون مميز أو على الأقل أن يفوز في هذه المباراة. نعم. كابتن خالد، سمعت التحليل، يعني الشوط الأول كان برشلوني أداء ونتيجة، بالفعل سيطرة، استحواذ، حتى أن الريال لم يسدد أي كرة على مرمى برشلونة. نقطة الانعطاف بدأت في الدقيقة 60. تعلم كابتن عندما أقحم تشافي أو بدأ تشافي بإجراء التبديلات. زي ما قلنا بالظبط، الشوط الاول عمل الخطه بتاعته وعمل السيناريو بتاعه تشافي كويس جدا. زي ما قلنا لعب بطريقه 1-3-5-2 او 5-4-1، ادى حريه حركه عشان يقفل على فينيسيوس ويضغط على كروس في البيلد اب من عند ريال مدريد. قدر ان هو يسيطر عليه، قدر ان هو يستغل ضعف مندي في الناحيه الشمال ويعمل هجمات عن طريق جواو كانسيلو اللي كان مميز قوي في الحته ديت، وهو مميز هجوميا وسرعته اعلى. تغييرات تشافي كانت اجباريه، لان هو الفكره بتاعته كان السيناريو بتاعه في الشوط الثاني ان هو يقفل اول 20-30 دقيقه على ما اعتقد، هو ده كان الهدف بتاعه، ان هو بحيث ان هو يخلي ريال مدريد يحس ان هو مش قادر ان هو يحرز هدف. بعد كده يبدا هو يستغل او في نفس الوقت يستغل السرعات بتاعه كانسيلو والهجمات المرتده او التحولات الدفاعيه الهجوميه اللي بيعملها، ودي بيعملها كويس قوي عن طريق اكتر من لاعب، سواء عن طريق كانسيلو او بالدي، وده كان الفكره بتاعته. وفي نفس الوقت في اخر 20-30 دقيقه هو هيلعب ويبدا ينزل اللعيبه اللي هي عندها ان هو يستنفذ الوقت ويستحوذ على الكوره ويسيطر على الماتش في اخر 20 دقيقه او في 15 دقيقه. لكن للاسف ريال مدريد زي ما قلنا كان حظه كويس ان ميندي اصيب، ميندي طلع، الجبهه الشمال قفلت، ابتدى يتفتح الملعب عن طريق زياده فرديه من كامافينجا، نزل مودريتش، طلع كروس، ادى حاله مختلفه، خلى تشاوميني بس لوحده بيعمل الناحيه الدفاعيه، وخروج الكوره بقى متنوع، ما بقاش عن طريق كروس لوحده. الناحيه الهجوميه مودريتش بقى يوصل اكتر، يخش منطقه الجزاء اكتر، بيعمل دعم من الخلف، بيعمل الاوفرلاب والمسانده للاطراف بشكل مختلف عن كروس. فابتدت اللامركزيه، ابتدى اللي احنا بنسميه العشوائيه او اللي هو عدم الانضباط التكتيكي ابتدى يظهر، خصوصا ان البارسا مش متعود ان هو يعمل الدفاع في منطقه بالشكل دوت لمده طويله. فده اللي غير شكل الماتش، وده اللي خلى ريال مدريد في الشوط الثاني يبقى شكله احسن، يوصل اكتر. زي ما قلنا حظ انشيلوتي الاصابه، لكن قدراته ان هو يحط لعيب ويسيطر بالشكل دوت عن طريق تحركات من جوه الملعب او من بره الملعب، ده يحسب ليه. نعم كابتن عيسى، يعني هل ادخال ليفاندوفسكي بعد الإصابة هو أمر حميد أو هو تصرف صحيح من المدرب تشافي، وهو متقدم بهدف في الدقيقة حتى غاية الدقيقة 68 أقحم ليفاندوفسكي؟ بالمقابل رد أنشيلوتي بإجراء تبديلين كان لهما أو كانت نقطة انعطاف في المباراة. نقطة انعطاف المباراة كانت دخول كامافينجا بدل مندي في المباراة. دخول كامافينجا حرر حقيقة فينيسيوس في هذه الجبهة، تحرير فينيسيوس في أرضية الملعب يعني مع هذا التحرير تحرر أيضا بيلينغهام الذي بدأ يلعب خلف المهاجمين كمهاجم وهمي ويسدد من مسافات بعيدة، وأحرز الهدف الأول لريال مدريد. لكن أنا بتصوري الشخصي أنه تشافي أخطأ خطأ كبير حقيقة، بداية بخروج لوبيز وأدخال روميرو بداله. روميرو نعرف أنه بطيء جدا في هذه المنافسات القوية، متقدم بالسن صحيح. نعم. وبطيء أيضا في الرتم، حتى رتم المباراة يعني بطيء عليه جدا يعني. وإضافة أيضا ليفاندوفسكي أيضا الذي عاد من الإصابة، وعادة يعني اللاعب الذي يعود من إصابة بعد غياب أكثر من شهر تقريبا لا يجوز أن يلعب في هذه المباريات القوية، هذه المنافسات القوية. وحقيقة توريس أيضا لكل المشاهدين أو المتابعين الذين يعرفون كرة القدم على حقيقتها، يعرفون مدى الجهد الكبير الذي قدمه توريس في هذه المباراة.
كان المدافع الأول حقيقة في فريق برشلونة، كان يلهي دفاع ريال مدريد بشكل كامل. بعد خروج توريس رأينا دفاع ريال مدريد تحرر وبدأ أيضا يعمل زيادة عددية في وسط الميدان، مما دفع أن يسجل الهدف الأول والهدف الثاني. ولكن نقطة الانعطاف الأساسية كانت دخول كامافينجا، الذي كامافينجا نعرف أنه لاعب شرس، لاعب قوي، يلعب بكرة ومن دون كرة. وجوده في داخل الملعب مع جبهة فينيسيوس حررت كل هذه الخطوط. حتى ادخال لوكا مودريتش الخبير والذي لوكا مودريتش مول. نعم، فقط اريد ان انوه عن هذه النقطه. يختلف عن توني كروس. توني كروس لاعب الماني، والالمان نعرف كم هم صارمون بموضوع تنفيذ طلبات المدرب بدقه، الانضباط التكتيكي الموجود في ارضيه الملعب مع توني كروس. مع مودريتش يبقى الموضوع فيه فنيات اكثر، فيه يعني حركات اكثر، فيه كرات طوليه وعرضيه ودخول. يعني يبقى مودريتش فنيا بشكل او باخر. أيضا أعطى الإضافة لهذه المباراة أو لفرقة أنشيلوتي حتى تحرز الهدف الثاني في المباراة وتفوز في المباراة. نعم. كابتن خالد، لماذا نلوم تشافي وهو الذي فريقه كان مسيطرا 7 فرص، هدف وثلاثة قوائم؟ يعني لاحظنا حتى هناك ركلة جزاء واضحة تحدث عنها الجميع، وحتى الصحافة الإسبانية تحدثت عن صحتها، وتغاضي الحكم الرئيسي وحكم الفار عن ركلة جزاء صحيحة لبرشلونة قبل استراحة ما بين الشوطين. بص يا استاذ، بص احنا ما بنلومش تشافي زي ما قلنا عمل السيناريو بتاعه نجحه الشوط الاول، وللاسف الشوط الثاني اخفق فيه بعض الشيء. ان هو كان حاطط سيناريو ان هو يتقدم وبعد كده يبدا يستهلك ريال مدريد ذهنيا، وبعد كده يبدا ان هو يسيطر ويتعبهم نفسيا وذهنيا وبدنيا في اخر الشوط. لكن تحركات انشيلوتي من على الخط، نزول مودريتش، نزول كامافينجا، الشكل اتغير بتاع ريال مدريد، ما قدرش ان هو يسيطر على الماتش بشكل اللي هو كان عاوزه. قدر ان هو يسيطر على الشوط الاول. الشوط الثاني حاول ان هو زي ما احنا شفنا نزل روميرو بحيث ان هو يقفل خط الوسط. كانت دي فكرته، دي فكره صح مش غلط، لكن التنفيذ او اللي حصل جوه الملعب كان غلط. فيرمين او لوبيس زي ما انتم بتسموه، زي ما استاذ عيسى بيناديله يعني، هو اللي كان عامل التحركات الهجوميه بشكل جامد جدا، بشكل مميز. كان بيعمل خلخله في دفاع ريال مدريد في دخوله. كان نفس الدور اللي بيعمله مودريتش في ريال مدريد في الشوط الثاني كان فيرمين هو اللي بيعمله في الشوط الاول لبرشلونه. زائد ان هو اسلوب الضغط بتاعه والقدره بتاعته في الضغط في الخطوط الاماميه بتساعد برشلونه ان هو ياخد الكوره في المناطق الدفاع بتاعه المنافس بسهوله، عكس روميرو لعيب بيتمركز في خط وسطه، بيحاول ان هو يقفل في خط الهجوم، ما بيعملش الزياده الهجوميه ولا بيعمل الزياده الدفاعيه في الضغط في الوقت اللي هو زي فيرمين بالظبط. فده اللي خلى شكل برشلونه يختلف شويه في الشوط الثاني. زائد ضربه الجزاء زي ما انت قلت بالظبط، كتير قوي اتكلموا عليها، وطبعا الصحافه الاسبانيه ما بيصدقوا حاجه زي كده ويتكلموا عليها. ضربه الجزاء صحيحه، ضربه الجزاء موجوده، لكن في نفس الوقت ضربات الجزاء الهاندبول او الفاولات كلها على حسب اسلوب الحكم نفس الكوره بالظبط او شبهها، اللي هو استخدام الايد بشكل خارج القانون مع كامافينجا اروخو عملها وما اتحسبتش، فخلت الصحافه نفسها والناس كلها ما اتكلمتش. لكن انا مع برشلونه لو كان 2-0 غير 1-0، لو حسب ضربه الجزاء ودخلت كان 2-0 يطلعوا ال 2-0 بالماتش اريحيه بالنسبه لهم. ضعف بالنسبه لريال مدريد في موقفه، استهلاك ذهني كبير قوي ان هو لسه هيحط الهدف الاول ويدور على الثاني وبعد كده المكسب، غير لما يكون 1-0 تبقى سهله على ريال مدريد. فضربه جزاء ريال مدريد مش بنفس اهميه ضربه جزاء برشلونه، وحقيقه الاثنين ضربات جزاء بالنسبه لي انا كخالد غنيم، الاثنين ضربات جزاء، لكن الحكم في نفس الوقت ولا حسب دي فما حدش قدر ان هو يتكلم على الحكم، لان دي منهجيته وده اسلوبه في التحكيم، فما خدتش الضجه بتاعتها بشكل كبير قوي. لكن معظم المحللين الحكام اكدوا ان هي ضربه جزاء اروخو من تشاوميني
لكامافينجا على اروخو. الاثنين ضربات جزاء صح، لكن الحكم ما بيحسبش كده. خدمه على ما افتكر اسم الحكم، ما حسبش الاثنين وقال لك الاثنين بالنسبه لي انا مش اللي يخلوني احسب ضربه جزاء. لو فاول احسبه، لو بره المنطقه احسبها، بس جوه منطقه الجزاء لازم تكون حاجه اقوى من كده تخليني احسب ضربه الجزاء. وده اللي طلع التصاريح بتاعته او التبريرات بتاعت الحكام بعد الماتش. نعم، غريب الحكم جيل مانزانو، حتى حكم الفار لم يستدعي الحكم رغم وضوح الحالة. شيء غريب فعلا في الملاعب الأوروبية وما نشاهده حتى في ملاعب الكرة الإنجليزية. كابتن عيسى، في المقابل اللاعب المتميز السوبر ستار الذي تحول إلى سوبر ستار في ريال مدريد جود بيلينغهام، يسجل في من كل المسافات، يسجل من كل الأوضاع، تحول من لاعب مميز إلى لاعب سوبر ستار. نعم، يعني حقيقة دائما وأبدا لما اللاعب النجم خلينا نقول يعني أو اللاعب الجيد كما قلت أنت وصفته عندما يلعب مع الفرق الكبيرة التي لها اسم كبير لها تاريخ كبير تزداد نجوميته. حقيقة هذه واحدة. أو الموضوع الثاني أيضا الكواليتي الموجود معه بالنسبة للاعبي الموجودين لجود بيلينغهام ليسوا بنفس جودة لاعبي بروسيا دورتموند إذا ما قارنا لاعبين فرديا أو حتى جماعيا يعني. فهذه الأمور أيضا تساعد وتساهم بتألق أي لاعب لديه بعض بذور النجومية. وجود بيلينغهام من اللاعبين المميزين حقيقة، ومن هو عمره 16 عاما أو 17 عاما أغلبية أندية العالم حتى برشلونة وكل الأندية الكبيرة كانت تركض وراءه حتى جاء إلى ريال مدريد. دائما وأبدا اللاعب الكبير هو الذي يثبت نفسه في المناسبات الكبيرة. حتى قبل مباراة الكلاسيكو الجميع كان يتحدث عن بيلينغهام أنه يسجل الأهداف مع الفرق الصغيرة، وسيتبين مدى جودته في مباراة الكلاسيكو أو المباريات الكبيرة على مستوى دوري أبطال أوروبا. وحقيقة تبين أن مستواه كبير وكبير جدا أيضا. ولكن لا ننسى أيضا هذا يتم أيضا بمساعدة نجوم لا يقلون عنه شيئا بالمستوى الفني ويساعدونه المساعدة الكثيرة، حتى أنه أغلب خطة أنشيلوتي يقوم بناؤها على وجود بيلينغهام في أرضية الملعب. نعم فعلا. كابتن، برأيك جود بيلينغهام هذا اللاعب الذي كان في نادي بروسيا دورتموند وتابعته في بروسيا دورتموند، تحول من لاعب كان مميز لكن ليس سوبر ستار، الآن هو من أفضل اللاعبين في الدوري الإسباني. السبب برأيك كيف تحول هذا اللاعب؟ هل الفضل يعود لنادي ريال مدريد أو للمدرب أو من مقومات اللاعب كان لاعب ممتاز وبرز في نادي ريال مدريد؟ أنا أتفق تماما مع ريكا وكابتن عيسى الاثنين. نقطتين اثنين، إن بيلينغهام لعيب كان مميز من وهو 16-17 سنة في منتخبات الناشئين والشباب في إنجلترا. كان معظم الأندية بتدور عليه، معظم الأندية كانت بتحاول تتعاقد معاه. قدر ان هو يثبت نفسه في بروسيا دورتموند، قدر ان هو يبقى واحد من النجوم اللي مميزه في القاره الاوروبيه. بعد كده وصوله لريال مدريد، ده اللي اتكلم عليه كابتن عيسى، النجوم اللي حواليه ساعدته. الحاجه الثانيه انشيلوتي لما جه حاول ان هو حول طريقه اللعب ل 1-4-4-2 بحيث ان هو يلعب باربعه في نص الملعب، يدي حريه لبيلينغهام كمهاجم، اللي هو بيسموها كانوا زمان بيتعمل من جوارديولا اللي هو الفالسو نويبي او اللي هو رقم 9 الوهمي. ده اللي كان بيحاول يعمله مع وجود اثنين لاعبين موجودين في الاطراف بيفتحوا الملعب، بيسيبوا خط الوسط خط الدفاع المنافس مفتوح ويفتح ثغرات سواء في الاجناب او في الوسط بشكل كامل، بحيث ان هو يوصل لعيبه خط الوسط سواء مودريتش سواء جود، الاثنين يخشوا من منطقه العمق بحيث ان هم يخشوا منطقه الجزاء بسهوله. وهو ده الفكر اللي بنى عليه انشيلوتي زي ما كابتن عيسى قال بالظبط. الفكره استخدام اللعيبه اللي موجودين عنده في عدم وجود بنزيما، في عدم وجود كريستيانو رونالدو، في عدم وجود اسماء كبيره، في عدم وجود اسينسو، لعيبه سابت ريال مدريد. انشيلوتي في بدايه الموسم حاول يتعاقد ما لقاش، جاب لعيبه قدر ان هو يولف ويكيف طريقه لعبه واسلوب لعبه وسيستم لعبه على اللي موجود عنده. وزي ما احنا شايفين فيه اكتشف مميزات
اكتشف مميزات موجوده في اللاعبين اللي هو استخدمهم في طريقه لعبه، زي على سبيل المثال رودريجو لما بيلعبوا اصحاب صريح في وسط الملعب عشان يسيب فالفيردي يخش هو وكارفاخال من ناحيه اليمين، او ان هو بيودي رودريجو ناحيه اليمين عشان يفتح المساحه في العمق لمودريتش او جود. الاثنين بيستخدمهم بشكل مميز قوي في الوصول ان هو يخش كمهاجم تاني او صانع العاب بيخش جوه منطقه الجزاء وبيفنش. الميزه في جود بيلينغهام ان هو الفينش بتاعه كويس جدا، لعيب عارف هو بيعمل ايه وبيلعب السهل الممتنع، فده اللي مخليه سوبر ستار موجود في ريال مدريد. توليفه لاعبين، اسلوب لعب مميز من انشيلوتي خلقه او كيف فكره على اللعيبه اللي موجودين، فده اللي وصله بالشكل اللي احنا شايفينه مميز قوي قوي، سواء من اللعيب فرديا او الشكل الجماعي اللي احنا شايفينه من امل. نعم كابتن عيسى، بعد أول هزيمة تعرض لها برشلونة في الدوري، هل يمكن أن تكون نقطة انعطاف بالنسبة للنادي الكتالوني أم سيستعيد عافيته؟ بالمقابل هل ستكون نقطة انعطاف بالنسبة لريال مدريد أن ينطلق بقوة في المحافل؟ طبعا هو ينافس على كل الجبهات ريال مدريد في على الصعيد الأوروبي والمحلي. نبدأ بريال مدريد. حقيقة يعني الفارق 4 نقاط مع غريمه الأزلي، فارق كبير، يعني مباراة ونصف فوز وتعادل، يعني يلزمه أن يخسر مباراة ويتعادل حتى يلحق به برشلونة أو لا يلحق حتى بفارق الأهداف، ففارق جيد بالنسبة له. أعتقد نفسيا ومعنويا ستكون انطلاقة قوية لريال مدريد، سواء على المستوى الأوروبي أو على مستوى مختلف المسابقات المحلية والدولية التي سيشارك فيها. برشلونة كما نعلم ويعلم جميع المشاهدين حقيقة المتابعين لكرة القدم فريق كبير بعودة المصابين خلال الأسبوع المقبل. أعتقد أن الأمور ستكون بشكل أفضل، يعني حقيقة كل المحللين أو أغلب المحللين حتى نكون يعني مهنيين أكثر يعني لاموا تشافي على هذا الموضوع، ولكن حقيقة لا يمكن لنا أن نلوم تشافي والدكة لا يوجد فيها هؤلاء اللاعبين المتاحين المميزين. في الأسابيع المقبلة في الأسبوع المقبل عندما يعود المصابين بشكل كامل إلى أجواء الليغا الإسبانية، أعتقد أن يعني برشلونة ستكون له انطلاقة قوية ولن يبقى في هذا المركز حقيقة. نعم، وهذه هي حلاوة كرة القدم، هناك دائما فائز وخاسر، ومبروك لأنصار الريال وهارد لك لأنصار البلوغرانا. أشكرك جزيل الشكر الكابتن عيسى شيخو الإعلامي الرياضي، كما أشكر ضيفي من مدريد المدرب والمحلل الكروي الكابتن خالد غنيم. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على كرم وطيب المتابعة. دمتم بخير، إلى اللقاء.